تقلقيش قبل فرحِك. عرايس كتير الفترة دي بيسألوني يا دكتور أنا فرحي قرّب، تنصحيني أعمل إيه؟ نصيحتي ليكِ الفترة دي لو فرحِك لسه عليه فترة قريبة مثلًا شهرين، لو في تصبغات أو حاسة إن لون البشرة مش متوحِّد، نقدر إن إحنا نعمل جلسة fractional laser. الfractional laser بيعمل تقشير سطحي لطبقات الجلد وبيخلّي بشرتِك ناعمة وسموزي، ده بتشوفيه وقت الmakeup لمّا بتلاقي الدنيا كويسة والmakeup مرتب وجميل. تاني حاجة لو بشرتِك جميلة وما فيش فيها أي عيوب، حاسة بس مجرد بهتان وما فيش نضارة، أنصحِك بجلسة skin booster. الskin booster بيدّي نضارة وglowy effect في نفس الوقت بيشد البشرة. تالت حاجة لو فرحِك لسه عليه فترة أكتر من 6 شهور، طبعًا ابدئي في جلسات الlaser hair removal لإن إحنا بناخد على الأقل 6 جلسات عشان نوصل لنتيجة مرضية. لو في غمقان أو تصبغات في المناطق الحساسة البيكيني والunder arms، نعرف إن إحنا نعمل جلسات تقشير أو تفتيح قبل الفرح على حسب درجة التصبغات، والدكتور برضه بتحدد لنا عدد الجلسات، ممكن نوصل ل3 جلسات أو أكتر على حسب درجة التصبغات. آخر حاجة لو في حبوب active عندِك وشكل الوش مش أحسن حاجة، طبعًا نروح نكشف والدكتور تفحصِك بالمنظار ونكتب البروتوكول المناسب سواء علاج oral antibiotics أو نكتب كورس الأيزوتروتينين ونشوف أنتِ محتاجة إيه، وفي نفس الوقت نعالج الحبوب وبعد كده نعالج آثار الحبوب. معاكم دكتور إسراء عبد الرحمن، أخصائي الجلدية والتجميل والليزر.